طبعا احنا بيسعدنا ان احنا ننظم يعني هذا العام احتفاليه بمناسبه ذكرى رحيل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. ودي الذكرى ال 39 و39 عام مرت على رحيل هذا الفنان، لكن ما زال وجوده يعني مؤثر وقوي في وجدان الشعب المصري ووجدان الشعب العربي. ويمكن من خلال هذه الاحتفاليه ومن خلال التناغم الجميل بين الجمهور وما بين الفنانين الذين يعني فنان ابراهيم بركات والفرقه واللي قدموا يعني وصله وباقه من الاغاني الخالده للفنان عبد الحليم حافظ. يعني طبعا ليالي العندليب بتتجدد في رباط الانوار، يعني ده كان اختيار لهذه الامسيه. وطبعا يعني لا نغفل ابدا يعني وعبد الحليم احد رموز الفن الجميل وهذا الزمن الجميل، ان كانت له علاقه وطيده، كانت له صداقه متينه مع المغرب ومع يعني مع شعب المغرب وثقافه المغرب. وده يمكن اتضح من البرقيه الساميه اللي وجهها جلاله الملك الحسن الثاني المغفور له. وطبعا يعني بتدل على يعني الفن ودوره، وان عبد الحليم حافظ يعني كان كفنان خالد لا يغني الى الناس وانما كان يغني الناس. يعني بمعنى ان عبد الحليم حافظ بحسه المرهف وبالحسه يعني اداؤه المبدع كان قريب من الناس، وكان يعني بيتجسد في كل واحد منا. يعني كل واحد منا كان هو عبد الحليم حافظ، يعني سواء كان من الجنسين يعني شاب او فتاه، كانت بتجد في نفسها يعني هذا الصوت الذي يعبر عن كل شيء، يعني عن الافراح، عن الاحزان، عن الانتظار، عن الاحلام، عن التطلعات، سواء كانت حتى تطلعات فرديه او طلعات للشعوب باكملها. فيمكن ده سر من اسرار نجاح وشهرة عبد الحليم حافظ اللي تربع عليها في حياته، والتي ما زالت مستمرة حتى بعد ما مات. يعني 39 عام على هذا يعني رحيل، وما زال أغاني عبد الحليم حافظ أغاني خالدة، لأنها يعني تجتمع فيها عوامل عدة، يعني منها الكلمة أو الكلمة الجميلة، الكلمة الراقية، وطبعا وجود وتواجد جيل كامل من الأدباء والشعراء اللي واكبوا عصر عبد الحليم حافظ، يعني بدءا من صلاح جاهين والأبنودي ومحمد حمزة، يعني وغنى أيضا للشعراء يعني العرب، نزار قباني والأمير عبد الله الفيصل. وطبعا يعني كل ده بجانب اللحن وألحان جميلة وملحنين كبار، كمال الطويل، يعني بليغ حمدي، محمد الموجي رفيقه وصديق عمره. يعني كل دي كانت عوامل نجاح لعبد الحليم حافظ، يعني اجتماع الكلمة، اجتماع اللحن، إحساس مبدع، اجتماع كمان جمهور، يعني جمهور يعني عبد الحليم حافظ جسد الجمهور، جسد الأحداث، واكب الأحداث. هو أيضا يعني الأحداث سواء كانت اجتماعية أو تاريخية أو سياسية، هي أيضا صنعت هذا الفنان العملاق، يعني أيقونة للفن وللزمن الجميل. يعني فطبعا يعني مع المغرب ومع يعني الشعب المغربي اللي بيتميز بهذا الحس العالي وبهذا الذوق الرفيع، طبعا كان لعبد الحليم حافظ وجود هنا نحن نعلمه جيدا لدى يعني الشعب المغربي ولدى الثقافة المغربية ولدى الشباب المغربي. واحنا يعني بنشعر بعبد الحليم هنا كأنه في مصر، يعني وده يمكن من خلال تقبل المغاربة لهذا الفن الجميل. يعني شكرا.